السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا البريوش مالح اولا فطائر بالجبن اللي كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ وكيجيو راقيين حتى في المنظر. بالنسبه للناس اللي كيدعموني دائما كنشكرهم، والناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي الى عجبكم الفيديو ديروا اعجاب واشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. هنايا ان شاء الله نعطيكم نصف المقادير اللي احتاجيت فيهم: 2 كيسان ديال دقيق الفورس، 4 كاس ديال الزيت البلديه اولا الروميه، معلقه صغيره ديال الملحه، عندي كاس لاروب ديال الحليب، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. اول حاجه غندير الحليب ديالي في واحد الكاسرونه وغنديرو فوق البوطه يدفى بحال الا غادي نعجن البريوش اولا القياس اللي كنعجنوا به، القياس ديال سخونيه الماء اللي كنعجنوا بها الخبز. من بعد غادي ناخذ الاناء ديالي، غندير فيه داك الحليب، غنزيد عليه معلقه كبيره ديال السنيده، غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الخبز تكون ممسوحه. غادي نخلط الكل جيدا حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. من الافضل نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، ولكن مزروبين ما كاينلاش. مباشره غادي نضيف الزيت البلديه، هنايا استعملت 4 كاس، تقدروا كيف قلت لكم من قبل ديروا حتى زيت الروميه حتى هي كتجي مزيانه. غنخلط الخليط ديالي مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم وكيدخل داك الزيت في هذيك كتنسجم الزيت مع الحليب ومع الخميره. عاد من بعد غادي نضيف الدقيق. انا هنايا كيف قلت لكم احتاجيت 2 كيسان ديال العنبه، زدت عليهم معلقه صغيره ديال الملحه صافي، وغنجمع العجين ديالي غير بيدي. تقدروا تجمعوه حتى بالعجانه، المهم ديروه غير بيديكم، حاولوا تجمعوه راه كيجي خفيف شويه، تقريبا ثقيل شويه على العجينه ديال السفنج. نحاول نجمعوه مزيان ونحاول ندخلوا داك الدقيق مزيان في هذيك العجين، يعني محتاجو كاع ندلكوه. كيف ما شفتوا العجين ديالنا راه كتجي خفيفه وكتكون كتلصق في يدين. من بعد غادي نستعمل شويه ديال الزيت، غادي نديرو في واحد الاناء، غادي ندهن الاناء ديالي باش ما تلصقش العجين ديالي صافي، وندهن يدي ونجمع العجين بهذا الشكل. غنحيدو من الاناء كيف شفتوا راه كنحيد بشويه بشويه حيت كتكون ملصقه العجين صافي، ونجمعوه بهذه الطريقه. نديروه في الاناء، ندهنوه بشويه تاع الزيت، المهم اي نوع من الزيت، شويه ديال الزيت، ونغطيوه بالسلوفان ونخليه يخمر المره الاولى حتى كيضاعف الحجم ديالو المهم كيضاعف الحجم ديالو صافي. من بعد ما خمرات لي العجين غنعاود نفشها نديكازيها غنحيد البلاستيك الغذائي صافي، وغادي نعاود نفشها مزيان بهذا الشكل، نفشها من هذاك الهواء ونعاود نغطيها مره اخرى ونخليها تخمر المره الثانيه. من بعد ما خمرات المره الثانيه غنديكازيها، غنديرها فوق سطح العمل اللي مسحته واحد المسحه خفيفه ديال الدقيق وغنقطعها. انايا هاد العجين خرجت ليا 9 ديال القطع، كل قطعه فيها 45 غرام. يعني خديت الميزان باش يجيوني قد بعضياتهم، خرجوا لي 9 ديال القطع، كل قطعه فيها 45 غرام صافي. غادي نجمعهم بالدقيق بهذه الطريقه كاملين صافي. من بعد غادي ناخذ اللاطه ديالي اللي غادي ندخل الفران، غادي نستف فيها دوك الكويرات ديالي بهذا الشكل كيف ما شفتوا. غادي نستفو مزيان وغندوز نحاول نقرصهم واحد شويه، ندير يدي في الدقيق حيت هي كتكون العجين كتلصق، ندير يدي في الدقيق ونقرصهم غير واحد شويه ماشي بزاف، بحال غنسطحهم. هاد الاثناء غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يخمروا لي على يخمروا تقريبا بما حكيت انا، تقريبا كدوز واحد 10 دقائق كتبدا تطلع فيهم الخميره صافي. وغادي ندوز نوجد الحشو ديالي. بالنسبه للحشو عندي هنايا واحد 4 كاس ديال الكريمه السائله، عندي 50 غرام بالفرماج احمر وبالموتزاريلا، واحد البيضه كامله. غناخذ واحد الاناء غادي نحك فيه الفرماج ديالي الاحمر بالجهه الرقيقه، ماشي هذيك الجهه اللي كتكون غليظه، المهم الجهه الرقيقه اللي كتخرج لنا زعما المهم ديك الحكاكه الرقيقه وصافي. غادي نحك الفرماج احمر، غنحك الموتزاريلا، غنضيف عليهم البيض ديال البيض وغنحيد الصفر جانبا صافي. غادي نخلط هادشي كامل. من بعد غنزيد عليهم داك 4 كاس ديال الكريمه السائله، واخر حاجه غنصحح الذوق ديالي بواحد شويه ديال الملحه، غير شويه حيت كما كتعرفوا الفرماج كيكون مالح، ندير غير شويه نصحح به الذوق ديالي صافي. وغنرجع ناخذ اللاطه ديالي كيف ما شفتوا العجين ديالي بدات كطلع فيها الخميره. غناخذ واحد الكويس غادي نديرو في الدقيق وغنبدا نتقب دوك نضغط وسط هذوك الفطائر ديالي صافي.
من بعد ما درتهم كاملين غندوز نعمرهم بهذاك الحشو اللي درت معكم ديال الجبن. بالنسبه للجبن استعملوا اي جبن متوفر واي جبن كتفضلوا. من بعد غادي ندوز ناخذ الصفر ديال البيض، غندير فيه قطرات من الخل وندوز ندهن به الجناب ديال الفطائر ديالي بهذا الشكل، ندهنهم مزيان. تقدروا تخليهم غير عاديين ما كانش كيعجبكم المذاق ديال الصفر ديال البيض، او لا دهنوه بهذه الطريقه راه كيجي زوين وكيعطي عاطي المنظر. صافي غندهنهم من الجناب. من بعد غادي ناخذ واحد الخليط بين الحبه السوداء او الزنجلان كيعطيو واحد المنطق حتى هو اللي هو زوين. تقدروا تعوضوا باي حاجه عندكم، بافون المهم هذيك الحبه السوداء حاولوا ديروها من فوق الخليط ديال الجبن راه كتجي زوينه. ايوا خلطوا بين الزنجلان والبافون راه كيزيد حتى هي واحد المذاق، كتزيد واحد المذاق واحد اللذه رائعه فهاد الفطائر. بالنسبه للطياب انا هنا مشعله الفران ديالي من الفوق ومن التحت على 180 درجه. غادي ندخل الفطائر ديالي حتى يطيبوا ويتحمروا. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يسخنوا الفران ديالهم مزيان، يدخلوا الفطائر ديالهم حتى يتنفخوا ويحسوا بهم طابوا من التحت ويهبطوهم حتى يتحمروا من الفوق. كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين، كيجيو محمرين كيف ما شفتوا من الجناب. تقدروا تخليهم حتى مذهبين، انا كيعجبوني الفطائر يكونوا محمرين شويه، علاش خليتهم تحمروا واحد شويه. كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي كيف ما شفتوا. كيجيو رائعين الصراحه، كيجيو لذاذ الصراحه. غير جربوهم كيستحقوا تجربه للفطور للسحور لوليداتكم بصراحه، راه زوينين وصحيين. نتمنى ان شاء الله تشوفوهم. انا هنا غنقطع معكم وحيده تشوفوها كيف جات من الوسط. هانتوما شوف كيف كيجيو مقطنين رائعين بزاف. قد ما شكرت لكم هاد الفطائر ما تعرفوهم حتى تجربوهم كيف ما شفتوا. هانتوما كيجيو مقطنين وكيجيو رائعين بزاف. غنحل لكم وحده تشوفوها كيف كتكون من الوسط، راه كيجيو مفشفشين ما كيجيوش معجنين نهائيا، خفاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. والله لاقينا في ساعه الخير مع فيديو مقبل ان شاء الله.